السلام عليكم. من قبيل وانا نقاتل الاخوان على هذا الموضوع ديال هذا القيد ديال الضروه وهذيك السيده اللي متزوجه قالك تحرش بها جنسيا ما جنسيا. هذا هو الفيديو نمره 15 اللي كنعاود نسجلوه كنعاود نغلط فيه ونعاود نسجلوه ونعاود الله يصدق لينا. المهم الاخوان غنشرحوا دابا ونبغي القضيه ديال هذيك السيده بدات من نهار نشرات هي واحد الفيديو قدام محكمه السيناء في مدينه سطاش، هي وشي جمعيات حقوقيه كطالب وكتناشد المسؤولين عباد الله عوك راه واحد القايد كاين في الدروه راه كيتحرش بيا جنسيا وملي ما ربيتش ما لبيتش ليه النزوات ديالو دخل راجل الحبس ل5 سنين. مؤخرا نشر واحد المقطع ديال الفيديو في هذيك السيده شاده التليفون وهذاك القايد مريح في بيت النعاس وراجلها واقف مقدة وخوها صرفقو بحال حاجزينو. يعني الامر اللي خلى يعني مجموعه من اخوان ديالنا الصحفيين مشاو داروا معاه واحد الاستجواب. السيده ملي كدوي يعني 90% ديال الناس اللي متبعين هذه القضيه لاحظوا كاين خلط في الكلام ديالها. حقا ما حقا احنا بغينا نبنيو جوج بيوت الفوق، مشينا عند القايد مبغاش يعطينا الرخصه، مشينا عند المقدم عطينا الصور 40000 ريال. دونك هذاك المقدم الصور 40000 ريال قالك واش عطاك لا شي ورقه؟ لا انت عارف عطيتي الصور 40000 ريال المقدم باش ترشي باش تبني جوج بيوت. بالفعل بنيتو جوج بيوت الفوق. القايد ساق لكم الخبر، جا بغى حتى هو يريب، مشى عندو راجلك قال لي شوف القايد انا غنساعدك غتكتب لي واحد التصريح بانك انت بنيتي بدون رخصه وغادي نفعل وغادي نترك. راجلك بطبيعه الحال مع مغفل والقانون لا يحمي المغفلين، كتب هذيك الورقه صنع عليها. احتمال الاخوان حتى ما عارفينش الفيرسيون الحقيقه هذاك القايد يكون عينه في هذيك المراه وبتزها حقا شوفي غادا تجي تلبي لي الشهوه ديالي ولا نصيفط لك راجلك للحبس. مشات المراه في عوض ما تتعامل بعقلها وكثر من هذا وتلتجئ لما هو قانوني، مشيتي عاد القايد ريحتي معاه درتي لي الضحكه ديال سعاده القايد هاكا نمرتي نحلوا المشكل. بقيتي داويتي وياه مده في الواتساب. الامر اللي خلاك ديتي وذاك الراجل هذاك اللي ما كنسميش راجل كنسميه ديوتي، راجلك باش يفك راسو استعملك تيكا طعم قال لك جيبيه بالليل هنايا ودخلي البيت النعاس غندخلوا حنا غنحصلوا غنصوروا. وبالفعل حيت ما يمكنش عباد الله لا يعقل شي واحد غيدخل عند شي دار ديال شي وحده مزوجه بلا ما تكون هي معيطه ليه، واخا ماشي يكون قايد واخا يكون هو الحاج الثابت ديال الدار البيضاء اللي كان كيدخل الحمام العيالات. حتى هذا زمان ولا اخر زمان اخر مع 12 ديال الليل دق القايد هبطتي انت حليتي عليه بريضاك، يعني ما جاش باش تجمع لك قوه الساعه ولا شي حاجه، حليتي عليه الباب طلعتيه وتشلتي بفمك قلتي ريح معايا في الصالون. حقا ناض القايد كيدور بحال كويا في الدار عماه الله على البيت ديال بنتي اللي كان مريح فيه راجلي كيطل من البالكون. انا قلت ليه تعال البيت ديال النعاس باش الا جا راجلي ما يشكش. مشى البيت ديال النعاس هادشي على حسب الاقاويل ديالي. قلت لي بلاتي تندخل ندوش، دخلتي دوشتي شاد التليفون راجلك دخلتي في فيديو ها هو اش كتصحابني غنعطيك انايا غنصاحبك واش انا غندير معاك شي حاجه. جلاله الملك حنا بين يديه. تما جلاله الملك قال لك هبطي حل القايد مع 12 ونص د الليل. جلاله الملك قال لك سيري بني بناء عشوائي فوق السطح. والغريب في الامر ديروا لي هذيك المسائل ديال داعش محتاج زين سيد جا خوك تكا عليه بتصرفيق اماك راجلك هاز بساطور ما عرفتش شناهي اش باغي يفعل باغي يترك. والخطير في هذا حنا قلنا ودي داك الشيء ديال الفيرسيون اللي عاودتي حقيقيه واخا حنا عارفين كذوب. ملي وقع المشكل الاخوان بينه وبين داك القايد راه ما عيطوش للجندارم طلقوه، قال لي صلخوه فرشخوا المسائل قالوا لي ها الفيديو راه عندنا ولكن سير في حالتك تتنازل لينا على الراجل ديالنا. ديك الورقه اللي صنع عليها راجلي وتغابى فيها تنازل لها باش ما نشرش الفيديو. طورات المساله، طور الابتزاز وصل راجلك يطلب من هذاك القايد الفلوس، غتعطيني فلوس عاد نمسح دوك الفيديوهات والتنازل. القايد مشى على منسق مع رجال الدرك والمسائل. ملي تم غادي القايد بغى يعطي الفلوس لراجلك مع وقفوا مع شدوه ابتزاز راه هما شدوني وبغاو يصوروني واو. انت ملي شتي المعمعه كبرات والمسائل وداكشي تسل خرجوا معاك الصحافه قلتي لهم لا حقا وهذا ظلم ودار وما دار. ما كاينش الظلم كاملين خاصك تمشيو للحبس. القايد حيت جاي سكران باغي يقصر مع مرات الراجل الى اصلا هذاك كتسميه راجل حتى انا كنسميه غير ديوتي. ثاني حاجه هي انت اللي مشيتي عطيتي النمره لهذاك القايد وبقيتي كتمارس عليه الابتزاز وتهضري معاه في الواتساب وعطيتو 46000 ريال. لا
السمسار داك المقدم، ثالثهم اللي هو راجلك داير فيها راجل اللي بغى يدير فيها الذكر غير في وسط دارو ها الساطوره وانا، رابعهم خوك، حيت نتوما كاملين شكلتوا عصابه ديال الاجرام بغيتوا تاخذوا شرعكم بيديكم. وخامس حاجه اللي نتحداك فيها انت كتبكيو دابا ودموع التماسيح، ملي طرا لك هذاك الشيء مع القيد اصلا، علاش ما درتيش شكايه لدى وكيل جلاله الملك ودفعتيها ليه وتقول لي بان ذاك القيد راه كيمارس ليا الابتزاز وكيمارس ليا التحرش الجنسي؟ حقا ما حقا كنبغي نوصل بنتي انا للمدرسه كيبقى يشوف فيا شي شوفات، حقا صيفط ليا الميساجات، حقا كيقول لي حنا نديرو مثلا غير انت اللي كاينه وانت في هذيك المنطقه ديال الذروه، درتي شي حاجه إيليغال غير قانونيه تحمل العواقب ديالها. دونك ما تجيش ديري دوك دموع التماسيح وتبغي تشدي الراي العام وتوجهي لك انت حق انا مظلومه انا موقف ضعف، وكنتي في موقف ضعف النيت هي داك القايد اللي جات تهجم عليك صحه شدك صحه اييه. اما انت عطيتي نفسك، انت بينتي لي واخا انا مرت الراجل راه كنمشي مره وكنفعل وكنترك، بينتي لي راه مومس حاجه طبيعيه. الراجل غادي ضعاف، راه بونا ادم ضعاف قدام بونا حواء. سيدنا يوسف همت به وهم بها لولا راى برهان ربه لنبي، ضعف قدام امراه، فما بالك بواحد قايد سكير جاي ناشط مع راساته انت غتغري وتقولي تعالى البيت النعاس. اش بغيتي يدير في هذيك اللحظه؟ يبقى لابس الحوايج تهزيتيه من الصالون تعالى البيت النعاس، هذا خرج هو جلاله الملك وهو موضوع خاوي. الاخوان الا كانت لومه كترجع لكم كاملين وهي السبب، حيت كان بامكانكم نتوما ديك العائلات ايفيتيو المشكل كون مشيتو قانونيين. اي لا نطلع ونهبط ناخذ الرخصه ديالي نبني جوج حيوطه فوق السطح، غتعطل لا بروسيدير. حنا عارفين البيروقراطيه كاينه في المغرب ماشي مشكل، من ندير شي حاجه معقوله وشي حاجه قانونيه باش ما نتلامش عليها، باش ملي نطيح في هذه المواقف نعرف كيفاش نتصرف. عندي دابا شتي عائلات راجلك صيفطتيه ب5 سنين ديال الايام ديال الحبس، شردتي ديك الدريه عندك، هذاك القيد ياك هو غلط عنده تا ولاد وعائله شردتيهم، حشمتي يعني خلقتوا البلباله من شيء بسيط، شيء خارج عن القانون. وراه كما كيقولوا حبل الكذب قصير مهما طال. انت بغيتي تكذبي والله ملي بغى يعذبك عطاك جناوه بديتي كتعلمي في الهضره، حق راجلي يولي حيد يسروالو، حقا ما حقا موضوع فاشل. عقنا بك اختي، كنتمنى الرساله توصل وبارطاجيوها. راه ماشي اي واحد واقع شي مشكله ناصر كيبغي يبين فيها دور ضد الضحيه. هنا بلاد فيها قوانين، واخا القانون كيطبق على الفقير والحق ياخذوا الاغنياء ولكن نتقاتلوا عليه. عارفين كاين اعوان ديال السلطه وكاينين ناس قياد وكاينين ناس في الامن وفي الداخليه وفي الدوله في الحكومه مفسدين، ولكن حنا ما خصناش نعاملوهم بالمثل. كنتمنى رسالتي توصل، بارطاجيو مع بعضياتكم الشباب. اذا لقيتوا في كلامي حق ولقيتوا هضرتي هي اللي بغا يقولوها بزاف ديال الناس بارطاجيوها. اللي معارضني ولا شي حاجه خلوا لي التعليق ديالكم تحت من هذا الفيديو ونهضروا ديك الساعه من بعد. السلام عليكم ورحمه الله.